بقول لك جمهور الاهلي قالها زمان، بس انت ما خدتش بالك منها للاسف يا بيراميدز. انت عارف لو كنت خدت بالك منها كنتش هتبقى فرحان انت تاخد الدوري كده، ولا نفسك تاخد الدوري. قال لك ايه يعني؟ ايه الدوري المصري؟ الكل يعيش الوهم وانا بطله في الاخر، او النادي الاهلي بطل الدوري. انت عشت الوهم يا بيراميدز، وعشت الوهم من فتره طويله. الموسم اللي فات عشت الوهم، والموسم دوت عشت الوهم، واول لما انا قربت منك بقيت بتخاف وتكش وتقلق وتخسر من فرق الشركات. انت النادي اللي عمال تصرف وتجيب لعيبه، ولاعيبه فرز اول، لعيبه على الفرازه، لعيبه على الفرازه، وتيجي كده اهوت مع احترام انديه الشركات. بس ما اكيد يعني الانديه الشركات دي مش هتصرف زيك، انت فاهم؟ مش هتصرف زيك ومش بتنافس زيك. فانت جت قدامهم وقمت واقع. يعني انت الفرق بينك وبينهم الوقت ولا الهوى؟ ولا الهوى. هم ولا جمهور وانت ولا جمهور. هم ولا طموح ان هم ياخدوا الدوري، وانت المفروض ان انت عندك طموح تاخد الدوري. هم مش بينافسوا في افريقيا ولا بيشاركوا في افريقيا، وانت بتشارك في افريقيا والوقت بتخسر منهم. ايه الفرق بينك وبينهم؟ فين الميزه اللي مميزاك؟ ولا اي حاجه. هتخسر الدوري، هتخسر افريقيا من سان داونز، وهتخسر الكاس من الزمالك. ايوه انا طبعا مش عايز الزمالك ياخد الكاس ولا عايز بيراميدز، بس النهائي بين بيراميدز والزمالك. فانا بالنسبه لي اللي ياخد الكاس الزمالك، فرق جماهيري، فرق مش عارف ايه اللي شعبيه. انما بيراميدز ياخد الكاسين ورا بعض؟ لا، هو السنه اللي فاتت اخدها ومش هتمعود، بس السنه دي ما ياخدهاش. لا السنه دي انا السنه دي انا عايز الزمالك ياخد. انا كاهلاوي بقول لك الزمالك ياخد الكاس. انما انت لو جيت لاي مثلا واحد زملكاوي والاهلي في الكاس وبيراميدز، يقول لك طبعا بيراميدز مش عارف ايه. يا عم لا، انا عايز الزمالك ياخد الكاس. انا عايز بيراميدز تخسر الثلاث بطولات، دوري وابطال وكاس. وهتلعب معانا في السوبر تخسر السوبر عادي. مفيش يا اول لما جالك البابا بقت بتكش. ده هو يالا، ده هو يالا.